الوضع دلوقتي اتغير خالص يا برايس بعد احمد مرتضى منصور ما اعلن ترشح والده المستشار مرتضى منصور، وبعد ما علاء مقلد ما توجه لنادي الزمالك ورشح نفسه من اجل انقاذ نادي الزمالك، وبعد هاني العتال ما رشح نفسه يكون نائب لرئاسة نادي الزمالك. دلوقتي في تحالف جبار، تحالف قوي، قوتين مؤثرتين ومرعبتين في انتخابات نادي الزمالك، قوة حسين لبيب واحمد سليمان. الاتنين اتفقوا انه يبقوا ايد واحدة ويعملوا مجلس توافقي من اجل مصلحة نادي الزمالك ومن اجل مواجهة مرتضى منصور في الانتخابات القادمة. والاهلي بعد ما فشل في ضم سوزة وموليكا، الاهلي بيتعاقد مع موديست اللاعب اللي عنده 35 سنة، وبيقولوا ان لعيب على المعاش. هل اللاعب ده هيكون الحل الذهبي للنادي الاهلي في الموسم القادم، ولا ورطة جديدة داخل النادي الاهلي زي كل اللعيبة المهاجمين المحترفين اللي جلبوا من النادي الاهلي على مدار السنين الاخيرة؟ ومين هو موديست ومين ارقامه وعمل ايه في الدوري الالماني، وهل هو لعيب مستواه ثابت ولا لا؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع حلقتنا الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب، فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك الجميل عشان صوتنا يوصل للدنيا كلها. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، النادي الاهلي العظيم اللي عنده مجموعه وكوكبه من اللاعبين اللي هيخشوا في جميع المنافسات السنه دي، يعني عنده بدل البطوله 2 و3 و4 و5، عنده كاس العالم للانديه وعنده السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا والدوري المصري وكاس مصر والسوبر المصري، وحتى بطولات محليه تانيه زي كاس الرابطه وكاس مصر السابق وكاس السوبر السابق. يعني كمية بطولات لا تعد ولا تحصى الاهلي داخل فيها السنة دي. وكان كولر متمسك بالتعاقد مع مراس حربة صريح، مهاجم يكون على قدر قيمة النادي الاهلي ويكون لعيب صندوق يقدر يساعد الفريق في احراز الاهداف عشان الفرص الكتير اللي بتضيع من النادي الاهلي. وبالفعل امير توفيق والكابتن محمود الخطيب كلفوا النادي كله عشان يدوروا على مهاجم يليق بالنادي الاهلي، وكان الاهلي قاب قوسين او ادنى من التعاقد مع سوسة، الا ان الصفقه فشلت في اخر لحظه، وده بسبب ان الاهلي تاخر كثيرا في التعاقد مع سوسة، وكان القيد اتوقف في فرقته فخلاص مش هيعرفوا يجيبوا بديل تاني مكان سوسة. فسوسة طلع واعلن ان الاهلي لو محتاجه هيصبر معاه لحد شهر يناير. لكن حصلت المفاجأة، كل الجماهير الاهلاوية والسوشيال ميديا بدأت تضغط على الكابتن محمود الخطيب. فين المهاجم يا بيبو؟ النادي الاهلي ازاي من غير مهاجم؟ الاهلاويه عايزين مهاجم يا بيبو عشان نصحى على خبر تعاقد النادي الاهلي مع موديست، اللاعب اللي كان بيلعب في الدوري الالماني ونجم بروسيا دورتموند، ولعيب يقال انه قوي ولعيب يعني كتله جسمانيه هائله. لكن هنقول مميزاته ايه وعيوبه كمان ايه، وهل فعلا هو الحل الذهبي بالنسبه للنادي الاهلي وكولر ان انا اجيب لعيب لمده موسم واحد على ما اتعاقد مع سوسة، ولا كان الافضل ان انا ابحث عن مهاجم تاني يكون سنه صغير ويقدر يبني معايا مشروع كولر داخل النادي الاهلي؟ اولا اللاعب ده لاعب تقيل حريف مهاري بيقدر يحرز اهداف. اهم مميزاته انه بيجيد اللعب بالراس، وده هتبقى ميزه موجوده داخل النادي الاهلي، وخصوصا في وجود رضا سليم اللي عرضياته نص بلانتي، وعلي معلول اللي ملك الحلول واللي بيقدر يعمل عرضيه متقنه. فوجود لعيب زي موديست في قلب الصندوق هيساعد النادي الاهلي كتير على احراز الاهداف. ده
مميزاته. طب اللعيب ده ارقامه ايه او عمل ايه؟ هقول لحضرتك ان في سنة 2020 و2021 اللعيب ده لعب 46 مباراة في خلال السنتين، احرز فيهم 6 اهداف فقط وصنع هدف واحد. الله 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 الله، 6 اهداف في 46 مباراة وصنع هدف واحد وجاي النادي الاهلي. هقول لك ما هو السنة اللي بعدها في 2023 اللاعب ده احرز 23 هدف وكان الهداف للفريق بتاعه. بعد كده انتقل لبروسيا دورتموند ولعب 28 مباراة، لكن كلهم او معظمهم كان بيلعب كلاعب بديل وكان حبيس دكة البدلاء واحرز 4 اهداف وصنع هدف. طيب ده بيدل على حاجة مهمة، ان اللعيب ده مستواه مش ثابت، مرة تلاقيه فوق قوي ومرة التانية بتلاقيه مش موجود، مرة تلاقيه مكسر الدنيا وهو هداف في الفريق، ومرة تانية تحس ان الفريق بتاعه بيلعب ناقص، وده واحدة من عيوبه، وعشان كده كانت انتقالاته كتير وما استمرش في اي نادي اكتر من سنتين. ده من ضمن عيوبه. طب العيب الاخر بالنسبه للاعب ده ان سنه 35 سنه على المعاش. يعني هل السن ده يليق ان هو يكون موجود داخل اروقه النادي الاهلي، ولا الاهلي كان محتاج لعيب شباب؟ بس ده ممكن نرد عليه ان ده جاي لمده موسم واحد، يعني سد خانه لحد ما الاهلي ما يجيب سوزا. طيب اللعيب ده سريع ولا اللعيب ده بطيء؟ هقول لحضرتك ان اللعيب ده بطيء جدا، وده من واحدة من يعني العيوب القوية اللي فيه انه بطيء، لكن مردود عليها برضو ان الاهلي عنده لعيب سريع زي صلاح محسن، فيقدر يستخدم صلاح محسن في مباريات معينة ويستخدم موديست في مباريات معينة. طيب انت شايف كأهلاوي من وجهة نظرك صفقة زي موديست هل هي هتكون صفقة ناجحة للنادي الأهلي، ولا هي صفقة لإرضاء الجماهير وسد الأفواه وتكميم الأفواه عن المطالبة عن مهاجم، وخصوصا إن كأس العالم للأندية هيكون في شهر 12 ومش هيقدر النادي الأهلي يتعاقد مع مهاجم إلا في يناير، فإحنا نجيب المهاجم ده نلعب بيه كأس العالم وبعد كده يبقى يحلها الحلال. يا ريت تكتب لي أخويا الأهلاوي وجهة نظرك في الصفقة، وهل فعلا موديست يليق بأسلوب لعب النادي الأهلي ويليق بحجم وقيمة وتاريخ ومقدار النادي الأهلي ولا لا؟ ده كل ما يخص موديست. طيب موديست بالمناسبة جاي لمدة موسم واحد ب1,500,000 دولار مع الاتفاق على موسم تاني في حالة ان الاهلي لو هيرغب في تمديد عقده لمدة موسم هيكون ب1,600,000 دولار. وكده احنا خلصنا كل اخبارنا عن مهاجم النادي الاهلي. نخش بقى عن نادي الزمالك والمطحنه اللي شغاله. ما انا لسه بقول لك الوضع اتغير يا برايس بعد احمد مرتضى منصور ما اعلن ترشح مرتضى منصور للرئاسه وان والده هينزل الانتخابات، وزي ما كلنا عارفين لسه ايام قليله على غلق باب الترشح والكل قلقان وكل متوتر. مرتضى منصور هيرجع من تاني النادي الزمالك، مرتضى منصور اللي دمر النادي هيرجع النادي، مرتضى منصور اللي له شعبية قوية جدا 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 بين الجمعية العمومية ومحبوب منه في وسطهم وكلهم بيعزوه وبيتمنوه من اجل الشماسي وحمامات السباحة. لو دخل الانتخابات هيبقى خصم عنيف جدا وشرس في المواجهة مع كل المرشحين نفسهم. ففوجئنا ان الكابتن احمد سليمان طالع مع مهيب عبد الهادي في لقاء تلفزيوني، لكن اللي ما كانش متوقع بالنسبة لجمهور نادي الزمالك والاول مرة في تاريخنا الرياضي كله كمشجعين زملكاوية بنلاقي ان مرشح بيتصل على مرشح على الهوا ويتفقوا ان هما الاتنين داخلين لمصلحة نادي الزمالك. اسلوب راقي واسلوب محترم وموقف يستحق مننا جميعا الاشاده والاحترام. كنا دايما بنشوف الصراعات والخناقات والخلافات والسب والقصف، وبعد الانتخابات بنلاقي القواضي والشكاوي والاتهام بان الانتخابات باطله وبيخش الزمالك في صراعات لا
حدود لها بتؤدي الى تدمير نادي الزمالك لسنين ضوئيه، لكن المره دي لقيت ان الاستاذ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الاسبق بيتصل على احمد سليمان عضو مجلس الاداره الاسبق، والاتنين بيتكلموا مع بعض باسلوب راقي واسلوب محترم. احنا الاتنين داخلين من اجل مصلحه نادي الزمالك، واحنا الاتنين همنا الاول والاخير هو نادي الزمالك، واحنا الاتنين هنعمل من اجل مصلحه نادي الزمالك، اللي ينجح ينجح والتاني هيسنده حتى لو فشل في الانتخابات. وانا بصراحة يعني حابب ابرز الموضوع ده قوي، لانه من النوادر لما كان بيحصل في نادي الزمالك، بل عمري ما شفته بصراحة داخل اروقة نادي الزمالك. لحد النهاردة بيطلع الاستاذ حسين لبيب ويعلن ترشحه للانتخابات لرئاسة مجلس ادارة نادي الزمالك او لقيادة ادارة نادي الزمالك في الفترة القادمة في مجلس توافقي. مجلس توافقي يعني ايه؟ يعني حسين لبيب اتفق مع احمد سليمان ان الاتنين يدمجوا القايمتين ويعملوا مجلس توافقي ما بين رموز النادي ورجال اعمال يكونوا قادرين على إدارة نادي الزمالك في هذه المرحلة الصعبة والعبور بنادي الزمالك إلى بر الأمان. وفي نفس الوقت لقيت نفس البوست بنفس الكلام منزله أحمد سليمان على صفحته، وإن الاتنين اتحدوا، والاتحاد قوة، والاتحاد فيه خير لنادي الزمالك وفيه مصلحة لنادي الزمالك. ان انا الاقي مجلس توافقي بيدل على جماهير نادي الزمالك واللي نادي الزمالك بتطالب بيه، فاحنا لازم كلنا ندعم الاتحاد وندعم التوافق اللي كان موجود ما بين الاتنين، وخصوصا ان الاتنين بقوا ضد مرتضى منصور ورجاله. هتقول لي ما مرتضى لسه مرشحش نفسه، هقول لك حتى لو مرتضى منصور ممنوع من الترشح، فكلنا اتأكدنا ان كان كلامي صحيح، ان مرتضى هيعمل قائمة هو اللي هيدير فيها نادي الزمالك من الخارج. وكلنا شفنا علاء مقلد وهو مرشح نفسه وبيقول لك انا جاي انقذ نادي الزمالك. لولو ما انت كنت في المجلس يا ولد، لولو عيب. الله في يا لولو جاي تنقذ ايه؟ ما انتوا اللي خربتوها. واحمد مرتضى منصور اللي كده كده نازل الانتخابات، وهتلاقي المستشار احمد جلال ابراهيم، وهتلاقي الشله كلها نازله الانتخابات. فافضل شيء عشان ما نرجعش القديم الاتحاد قوه. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك مستني ايه؟ ها؟ مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك؟ فضلا منك وليس امرا ادعم اخوك باللايك الجميل عشان صوتنا يوصل للدنيا كلها. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.